السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الوصفة دي طلعت فعلا اختراع، هايلة جميلة سريعة سهلة ولذيذة جدا جدا، وكانت طالعة ترند الفترة اللي فاتت، ويمكن انا اخر واحدة تعمل الترند. بصوا، في البداية خالص جبت خيار مخلل، الخيار اللي هو البيبي ده. هفرمه بقى فرم ناعم كده بالسكينة، يعني عايزاه يبقى عارفين اخد منه الطعم بس من غير ما احس ان فيه حبيبات كبيرة كده جوه الصوص. فببتدي اقطعه بس حلو كده حتت صغيرة، وممكن احطه في الكبة على فكرة، اديله ضربتين ولا حاجة هيبقى برضو حلو زي الفل، بس لو الكبة صغيرة يعني، بما ان دي كمية قليلة مش هستخدم كل الكمية دي، هاخد منها بس معلقتين كبار مليانين، والباقي ممكن استخدمه في اي حاجة تاني. بس هو كده حلو قوي. بصوا، دي الكميه اللي انا عملتها. هجيب بقى باصغر بصلايه عندي، دي كانت اصغر بصلايه بصراحه. هبشرها كده بالمبشره العاديه خالص، عشان انا عايزه اخد منها برضو نص معلقه كبير كده مليان. وممكن بصل ابيض عادي على فكره، بس بحس ان البصل الاحمر ليه طعم احلى بصراحه. فاخدت بصلايه صغيره حمرا كده اهو، بشرتها، وهبتدي انعمها اكتر بقى بالسكينه بالحركه اللي انتوا شايفينها دي، بس تبقى كانها، عارفين، هي كانها مهروسه كانه بصل مهروس. بس اهو، بصوا، الحركة دي بتنعم الحاجة قوي، سواء توم او بصل او اي حاجة احنا بنفرمها. تمشوا كده بسن السكينة، تثبتوه وتمشوا بالسكينة من ورا، يعني تثبتوا سن السكينة من قدام، وحركوا ايدي السكينة كده رايح جاي، وكأنكم بتعملوا بالمخرطة مثلا. هاخد بقى 3 معالق كبار مايونيز. تمام، هنعمل الصوص ده، صوص البيك تيستي اللي بيتباع والناس بتشتريه جاهز وكلنا بنحبه. هنحط عليه معلقة مستردة كبيرة مليانة، ومعلقتين كبار مليانين كاتشب. يبقى 3 مايونيز، 2 كاتشب، معلقة واحدة مستردة. ممكن تكتروا كمية المايونيز أكتر لو حابين. هاخد كمان معلقة عسل كبيرة مليانة، بس طبعا أنا خدتها بالمعلقة الخشب لأن غلط نحط معلقة معدن جوه برطمان العسل. هاخد بقى معلقتين خيار من اللي فرمناه ناعم مع بعض، ونص معلقة مليان كده من البصل المفروم ناعم ده اهو، نص معلقة كبيرة مليانة. هحط كمان رشة بابريكا مدخنة، يفضل انها تكون مدخنة، لو مش مدخنة خلاص نحط البابريكا اللي عندنا. خدت فصين توم كمان، هرستهم حلو قوي كده بالهراسة صغيرة عشان ينزل برضو ناعم، فصين 2 مش اكتر. بس وهعصر عصير ليمونة، واحط كمان معلقة خل. عايزة اقول لكم الصوص ده من الصوصات التحفة، يعني عايزة اقول لكم ينفع لكل السندوتشات حرفيا، فراخ لحمة اي سندوتش هتعملوه ينفع نحط فيه الصوص ده. ده اسمه صوص البيك تيستي، اللي الناس بتروح تشتريه بأسعار كبيرة جدا، مع ان كل حاجته سهلة وزي ما انتوا شايفين كده. بس حطوا كمان رشة ملح حلوة كده عشان الصوص يبقى حايق وطعمه حلو. وبس، ما بنحطلوش بقى ولا فلفل اسود ولا اي توابل تانية، كل اللي حطيته هو البابريكا. لو عندنا بقى في توابل كده بتتباع عند العطار سايبة اسمها سبرينكل، طعم المشاوي او الباربيكيو، ممكن كمان نحط منها، بتبقى تحفة. شايفين شكل الصوص مغري جدا؟ جربوه، حطوه كده في برطمان في التلاجة، هينفعكم في كل سندوتشاتكم. هنجيب بقى شوية خس، ده شوية ورق كابوتشي كده، غسلناهم كويس قوي وسيبناهم يتصفوا، ونقطعه كده بقى ايه شرايح طولية كده، يعني بصوا اهو. هنقطعه يعني مش هنفرمه فرم، لا، هنقطع كده بحيث يبقى كأنه شرايح. بس حلو جدا. هنجيب بقى عيش التورتيلا ده، الحجم الصغير بيتباع منه حجمين اصلا، حجم كبير وحجم صغير، ده جاهز بصراحة، مش انا اللي عاملاه في البيت، بما اني بقى ايه النهارده الاكل حاجة سريعة وسهلة. جبت لحمة معلهاش اي اضافات، حطها بس في مصفى، صفت اي سوائل فيها زيادة، وزي ما انتم شايفينها كده عشان ما تبوش بقى العيش. وبدأت اعملها كورة وفردتها على عيش التورتيلا. واللحمة دي بدون أي إضافات، مش حاطة لها أي إضافة يعني، ولا حتى بصل ولا ملح ولا فلفل ولا أي حاجة بودر يعني. أنا بحطها كده على طول بس على العيش، وبعد كده هبتدي دلوقتي أوريكم هحط عليها إيه. أهو بصوا، بفردها كويس بقى، وبفردها بصراحة قد رغيف العيش كله كده، اللي هو العيش التورتيلا، لأن هي لسه اللحمة على النار بتكش شوية. هحضر بقى طاستين عشان أنجز في الوقت وأسوي يعني عدد أكبر في المرة. هرش بس على اللحمة اللي أنا فردتها دي رشة ملح، يا دوب رشة كده بس تحيق طبقة اللحمة يعني، ولا هبالغ فيها عشان ما يبقاش الساندوتش حادق قوي، ولا هقللها لدرجة انه يبقى دلع كده وملوش طعم. متنسوش ان الصوص كمان بيبقى لسه هنحط عليه صوص وهيبقى حايق. هحط كمان رشة فلفل اسود وبس، مش هحط اي اضافة تاني بقى، هو ملح وفلفل اسود وبس، ما حطيتش اي توابل ولا اي اضافات تانية. وبيطلع طعمه تحفة. عايزة اقول لكم الوصفة دي هايلة حقيقي، يعني يا ريتني كنت جربتها من بدري. بس
هحط بقى في الطاسة اللي انا هسوي فيها على البوتاجاز حبة زيت، يعني حوالي معلقة كده كبيرة مليانة من الزيت، هوزعها بفرشة على الطاسة. انا شغلت الطاستين بس عشان انجز في الوقت يعني. بس هستنى بقى الطاسات دي تسخن عشان ابتدي اسوي عليها سندوتشات التاكو اللي احنا بنعملها. نسيت اقول لكم ان هي اسمها سندوتشات التاكو، بس حقيقي طلعت اختراع. يعني هي كانت طالعه ترند الفتره اللي فاتت، بس يمكن انا اخر واحده تعمل الترند ده. فطلعت حقيقي جميله وسريعه وسهله ولذيذه وتستاهل يعني، وتحفه. ومعظم ولادنا كلهم يعني بيحبوا الوصفه دي وهيحبوها. بصوا انا حطيت بس الساندوتشات كده او العيش ده من الناحيه اللي عليها اللحمه، عشان اللحمه هي اللي بتاخد وقت اطول في السوا. اللحمه بقى تبدا تستوي وتتكرمل وتاخد اللون الحلو ده والريحه والطعم اللي انتوا اكيد متخيلينه دلوقتي. وبنقلب بقى على الوش التاني عشان العيش كمان ياخد تحميصه من تحت. بس بيكون ده شكلها كده بعد ما بتستوي. كل مرة نيجي نحط سندوتشات من اول وجديد او نحط اللحمة من اول وجديد، بنحط حوالي معلقة زيت كده وندهن بيها الطاسة. ممكن كمان واحنا بنسويها بعد ما بنقلبها على الوش التاني اللي هو بيبقى العيش من تحت، دي ممكن نحط عليها بقى شرايح جبنة تسيح عليها وهي في قلب الطاسة. بس انا ما عنديش شرايح جبنة، فقلت عادي يعني مش مشكلة، انا هتصرف بقى بطريقتي. فبصوا اهي بعد ما بتستوي بتبقى بالشكل ده اهو. بصوا اللحمة بتكش قد ايه. اقصد بقى في المرحلة دي كده اهو، اول ما بنقلب بنهدي النار ونحط شرايح الجبنة ونغطي بحاجة ونسيبها تسيح. بما اني بقى ما كانش عندي شرايح جبنة، حطيت الصوص على طول فوق اللحمة، صوص البيك تيستي اللي احنا عملناه اهو. بصوا بحط منه طبقة حلوة كده فوق اللحمة. هوزع كل الكمية كلها فوق كل دول 10 ترغيفة، 10 سندوتشات يعني. اهو بصوا وزعت كل الكمية اللي انا عملتها، كفة ال10 سندوتشات حلوين يعني، يخلوا الساندوتش من جوه جوسي كمان. حط شوية خس من اللي احنا قطعناهم. بحس الخس ده اكتر حاجة بتدلع اي ساندوتش، يعني بحس ان اي ساندوتش عايزين تدلعوه حطوا له شوية خس. وشوية كاتشب ومايونيز يعني، بس الصوص هنا بقى يغني. هنحط كمان نص شريحة طماطم كده في كل ساندوتش، مش هنكتر يعني، هو بس بصوا نص شريحة. نحط كمان شريحة او شريحتين خيار، خيار مخلل ده متقطع شرايح. نحط كمان كم واحدة شريحة بصل كده رفيعين خالص اهو. بيبقى جميل على فكرة يعني، حلو قوي بالبصل يعني، ما تشيلوش البصل. بس طبعا احنا بما اني جايبين الحامل بتاع التاكو ده، فهنحط بقى في الحامل اللي هو اللي لونه رمادي ده اهو. بصوا بيتطبق بقى نصين كده وبيتاكل وهو كده بس. تحفة، جميل بصراحة. وبما اني بقى الحامل موجود وما اشتغلناش بيه قبل كده، فلازم نحط. انا بصوا بقول لكم هنا باين الحامل. وبصراحة عشان كنت أول مرة أعمل التاكو ده كان لازم أدوق يعني، مش قادرة خلاص يعني. عايزة أقول لكم حاجة، الأكل ده أنا بعتبره متعة من متع الحياة. فأي حد بيكون ممنوع عنه حاجة ياكلها بيحس إنه يعني عارفين، لا الإحساس مش يعني. الحمد لله على كل حال، وربنا يشفي ويعافي عن الجميع. بس الأكل ده حقيقي يلا بقى ربنا يستر. متعة. أنا بعتبر الأكل متعة من متع الحياة. يلا بألف هنا وشفا للجميع، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم جدا جدا يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا